لما بدكم تعملوا المكدوس السوري على أصوله لازم تعملوه على طريقة ماما. يا ما شاء الله رح يطلع معاكم يشهي. طبعا المكدوس من أساس المونة عنا بسوريا، فمستحيل تلاقي بيت سوري ما عم يمون مكدوس. كل أسرار نجاحه رح تكون مذكورة بهذا الفيديو لتتعاملوه على أصوله يطلع معاكم يشهي، وتتفادوا كل الأخطاء لحتى يطلع معاكم ولا ألذ. طبعا باليوتيوب رح أترك لكم الملاحظات المهمة بصندوق الوصف، وعلى التيك توك رح أترك لكم إياها بالتعليقات. شوفوا يا ما شاء الله والله إنه يشهي. كالعادة حبايبي صلوا على الرسول نكسب أجر، وخلونا نبلش. أول شي راح نسمي بالله. هون عندي الباذنجان، طبعا هون نحن عم نستخدم الباذنجان الحمصي، هو أطيب شي بالمكدوس. راح نشيل العرق الأخضر اللي موجود من فوق، والأطراف نتركها نحن لبعد السلق نشيلها. وهون بعد ما خلصت كمية منهم بأرضية الطنجرة راح نبلش نصف الباذنجان بهذا الشكل. يعني الجزء الأعلى نصفه بنص الطنجرة، لأنه هذا الجزء الأقصى فيطول لحتى يستوي. بهاي الطريقة رح يستوون معنا استواء واحد. وهون رح نسمي بالله، ورح أبلش أغمر المكدوس بالمي الحارة. طبعا هون أنا عم أضيف مي حارة مشان أساعد على الغليان بسرعة، ما بدي إياه يطول على النار. المي تمام ماما؟ شوي. المكدوس كل ما طول تمام. على النار كل ما يطلع معاكم قلبه لونه أسود، ومثل ما يقولون يخنق. تمام، في المي الحارة تساعد على غليانه. وإذا الغاز عندكم قوي فما في داعي، دغري اغلوه على الغاز بمي باردة. هاي رح أسكر عليه بقطعة قماش بأطراف المعلقة. رح أبلش أتأكد إنه تسكرت الأطراف صح، وبعدين رح أثقله نرفعه على النار. وهون رح نحطه على أعلى درجة حرارة وعلى أقوى عين عنا على الغاز لحتى يبلش يغلي. أول ما يغلي تعدوا له من 10 دقايق لربع ساعة. تمام. طبعا يرجع لنوع الباذنجان ولحسب الكمية اللي عاملينها. وهون بعد ما غلى ب10 دقايق بلشت ماما تشوف لي إياه، نمسكه من الأعلى وندسه لحتى نشوفه إنه هو استوى ولا لا. هون رح نسمي بالله بعد ما استوى، ورح أبلش أكب عنه المية الحارة فورا عشان نوقف عملية الاستواء. وهذا رح نفتح على المية الباردة تمام ونكبها عنه. يعني نعملها مرة ومرتين، بعدين نتركه تقريبا 10 دقايق منقوع بمي باردة. تمام حبايبي، هاي أهم خطوة. نكب عنه المي مرة ومرتين وثلاثة لحتى نتأكد إنه خلص أخذ مي باردة، يعني ما عاد في مي فاترة بقلب الباذنجان. وهون شوفوا ما شاء الله خلص أنا تأكدت إنه الباذنجان صارت ميته باردة، فخلص شلته. رح أتركه تقريبا ساعة أو على حسب الجو عندكم لحتى أتأكد إنه كل الباذنجان برد عندي على التمام. وهون وصلنا لأحلى فقرة. بعد ما برد عندي الباذنجان رح نبلش بالتمليح. أول شي رح نشيل الأطراف اللي موجودة من فوق، وهذا الجزء الأعلى رح أشيله بالسكينة. بعدين رح أعمل فيه شق من النص، يعني مثل ما موضح عندكم بالفيديو. الأطراف نتركها مثل ما هي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن قلبه شلون طالع أبيض. يا هذا المكدوس يا أما بلا. وهاي رح نبلش نملحه بالملح الصخري. المكدوس ما يتملح إلا بملح صخري، ونتأكد إنه نحن نلبس الأطراف. تمام حبايبي. طبعا أنا حطيته على مصفاية وتحته جاط، ولازم يكون في مسافة بين المصفاية والجاط مشان ما يعفن معانا المكدوس من تحت ويجي مي. بعدين رح أحط عليه قطعة قماش، وبسم الله ما شاء الله. بعدين رح أحط عليه صينية أو أثقله. رح أضيف هون عليه بدونين من المي مشان أتأكد إنه أنا ثقلته بشكل صح. وبعد يعني تقريبا 5 أو 6 ساعات رح أرجع أنا أشوف المكدوس. وهون تقريبا بعد 5 ساعات رح أشيل عنه قطعة القماش حتى نغيرها، ونشيل المي اللي موجودة بالجاط. هاي أهم خطوة، إنكم تراقبوا المكدوس بشكل صح. وكل يعني 5 6 ساعات تغيروا عنه قطعة القماش، تقلبوا المكدوس يعني تغيروا اتجاهه. تمام حبايبي، هاي أهم خطوة عنا. وهون رح أرجعه وأرجع. طبعا هون أنا خربطت، لازم حطيت قطعة القماش وفوق الثانية، وبعدين رح أرجع أثقله وأتركه تقريبا ياخذ معانا هو يوم يومين، أهم شي بمكان رطب. يعني أهم شي ما يجي المكدوس شمس. وهون رح نسمي بالله ونبلش شغل بالفليفلة. عندي كيلوين من الفليفلة، الأغلب منها بارد وكم حبة حدة. تمام. وهذا اختياري، تحبوها باردة أو حادة. بس اللي عنده حساسية من الشغل بالفليفلة الحادة يقدر يعملها باردة ويضيف لها شوي شطة، فهذا اختياري. رح نقص الفليفلة بالنص ونفرغها من كل شي بذور أو عرق أبيض أو أصفر موجود عليها. وهم بعد ما خلصت عندي الكمية برا على برندة أو حوش، يعني مكان يجيه هوا وشوية من الشمس. حطيت قطعة قماش ورح أفرد عليها الفليفلة. تمام. أنا رح أتركها شغلة يوم يوم ونص يومين يجيها شمس شوي وبنفس الوقت هوا. بهاي الطريقة نحن رح نخفف قدر الإمكان من كمية السوائل اللي موجودة على الفليفلة. شوفوا ما شاء الله شلون ذبلت وصارت أمورها تمام. خلص صارت جاهزة عندي، رح أشيلها وتصير جاهزة معانا للشغل.
وهون رح نبلش بطحن الفليفلة. طبعا رح نعملها بمكينة الكبة، تمام، والمشط تبع المكينة يلي تيجي فتحاته كبار مو الناعم، يعني هاي الطريقة أفضل شي. رح نبلش نطحن عنا الفليفلة لحتى تخلص الكمية. شوفوا ما شاء الله على هاللون وعلى هالشكل. إن شاء الله رح أشارككم طريقتي بدبس الفليفلة، جدا طيبة وأكيد أفضل من الجاهز. رح ننقل الفليفلة على مصفاية ونضيف لها معلقة من الملح الصخري، ونتركها شغلة ساعة ساعتين لحتى تنزل كل شي سوائل موجودة بقلبها. وهون رح ننتقل للجوز. طبعا هون أنا عندي نصف كيلو من الجوز البلدي، هو اللي تجي حبته بيضة. رح أبلش أكسره بإيدي بهاي الطريقة. المكدوس حلو يبين بقلبه حبات الجوز، فمو حلو يكون ناعم، فبهاي الطريقة أفضل شي. وهون يا ما شاء الله خلص تأكدت انه الباذنجان ما عاد نزل سوائل وخلص نشف وصارت اموره تمام وجاهز للشغل. شوفوا يا ما شاء الله قلبه شلون ظل لونه ابيض، والله شغل معلمين، الله يعطيني العافية. وهون جينا للثوم، الاختلاف الاكبر عليه، ناس تحبه بثوم وناس بلا، كل واحد حسب رغبته اكيد. فانا ضفت كمية معقولة ومتوازنة. رح ادقه بشوية من الملح بشكل وسط. وهون الفليفلة نزلت 3/4 من السوائل، لازم يكون بقلبها شوي سوائل لانه لسه الجوز رح يسحب منها، تمام، مشان تطلع التبلة يعني بقلبها شوي نغنغة وهاي الاشياء. ان شاء الله فهمتوا علي. وهون رح نضيف عليها الثوم. رح نظبط عيار الملح، كل واحد حسب رغبته اكيد. الثوم والملح انتو ضيفوه حسب رغبتكم. ونبلش نخلط. وشوفوا لي على هالتبلة، صلوا على سيدنا الرسول، يا ما شاء الله. ما اتوقع بواحد سوري ما يحب المكدوس، عن جد انه غرام. وهون بلشنا عن جد بأحلى فقرة، فقرة الحشي. كل واحد يحشي كمان بالطريقة اللي يحبها. يعني أنا أحب أحشي تقريبا 3/4، أحب حتى أحس بطعمة الباذنجان نحن وعم ناكل المكدوس. يعني مو طيب على فكرة يطلع لنا بس حشوة، وهذا أكيد اختياري. وهون على مصفاية بعد ما حشيت كل كمية المكدوس رح أبلش أصف المكدوس لآخر مرة، يعني بهاي الطريقة لحتى تخلص عندي كل الكمية. وأرجع أضيف عليه قطعة قماش وصحن يعني مشان نعمل عازل، وأثقل عليه بكمية بسيطة، يعني ما رح نحط عليه ثقل جدا كبير، لا شي بسيط، ونتركه على جنب شغلة ساعتين. وهون هذول طلعوا عندي جدا مستويين، يعني خلص انه ما خرج احطهم بمرطبان، فرح احطهم بعلبة تبروير وبعدين ازيتهم او احطهم لحالهم بزيت. تمام حبايبي. هون تقريبا انا تركته شي 3 ساعات وخلص صار جاهز معانا لحتى يتعبى بالمرطبانات. هاي الخطوة جدا اساسية، شوفوا، لانه الا ما يرجع ينزل سوائل. خلص هون صار جاهز معانا. رح نبلش نعبيه بمرطبانات معقمة ونظيفة وما بيها اي مي. ولا تضغطوا حبات الباذنجان زيادة مشان كله يجي زيت. احيانا لما نفتح المرطبان وتشوفوا عليه شيء ابيض يعني مقطن يسموه، فهذا السبب انه هم مو جايهم من الزيت. فخلوا مسافة بين حبات الباذنجان شوي، يعني لا تضغطوا زيادة. انا شفت بعالم تضغط بالمعلقة بقوة، هذا غلط، تمام. وهلا رح نبلش نضيف زيت الزيتون. طبعا بعالم تحب تخلطه زيت نباتي، نحن خلقة مخلوط اللي عنا، فما في داعي انا اعمل هذا الشيء وبس والله. ولا تعبوا المرطبانات زيادة زيت لانه هو لسه بده يرجع يطف، تمام، يعني يطوف الزيت لبرا. وراقبوا كل ساعتين شوفوا لحتى تتأكدوا انه خلص زبط معاكم عيار الزيت. بس والله حبايبي اكون عملتوا معاكم المكدوس السوري على اصوله. بالعافية عليكم يا رب. استنى رأيكم بالتعليقات.